السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه شهيوات شيماء. اليوم ان شاء الله نقدم واحد الرغيفات كيجيو مقليين في الزيت، كيجيو لذاذ بزاف بالنسبه للكسكروط ولا كانوش ضياف اولا الاعياد. بسم الله، شوفوا معايا المقادير. عندنا جوج زليف ديال الفورص، عندي واحد ساشيه الفاني، عندي شويه الملحه وجوج معالق السنيده الماء بالنسبه انا مولفه كنديرو غير بارد، مع دابا الحال بارد وانا ندفيه شويه. وبالنسبه للفاني اللي ما كيبغيش نكهه الفاني يمكن لكم تعوضوها بنكهه الحامض ولا نكهه الليمون، كتجي حتى هي غزاله فيه. والتزيين نحتاجو العسل والكاوكاو مهرمش اولا اللوز افيلي ولا داكشي اللي عندكم في الدار ولا الزنجلان. بسم الله، ناخذ الفورص الاول. بسم الله، نغربلو الفورص ديالنا. والعجينه ديالهم ما كتجيش مطلوقه، كتبقى قاصحه شويه. ما تطلقوش العجينه باش يجيكم ساهلين في ملي تبغوا تطلقوهم بالمدلك، يجيكم ساهلين وتطلقوهم غير بايدكم. انا بعض المرات كنطلقهم غير بايدي على حسب كل مره وشنو. بعد ما نغربل هاد الفورص نزيد معلقه السنيده، نزيد معلقه الملحه، صافي نجمع العجينه ديالي. مني نجمعها نديرها في بلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح. الا كان عندي الوقت نعجنها في الصباح ونلقاها موجوده مع ديك 3 ولا 3:30 تلقاها موجوده. صافي دابا ناخذ ندير مليحه، ندير السكر. وبالنسبه للطحين، بالنسبه القياس اللي درت انا ديال الطحين على حساب الافراد اللي عندكم في الدار، يمكن لكم ديروا كثار، يمكن لكم ديروا غير زلافه الا كنتو قلال. بسم الله، ما نطلقوش العجينه، نخلوها شويه عاقده باش هكا من نبغوا نطلقوها ونطيبوها ما تلصقش لينا وتجينا ساهله، تجينا عمليه اكثر. الا طلقناها تلصق لينا وما يجيناش رغيفات كما حنا بغيناهم. صافي، وكنعجن العجينه ديالي كنجمعها. بعد ما جمعت العجينه ديالي كتجيني على هذا الشكل، ما قاصحه ما جاريه، كتبقى بحال هكا. ملي كديروها في القصريه ولا فين كتعجنوا نتوما شتي ما كتلصقش ليا. هاهي ندير ليها بلاستيك الغذائي ونخليها واحد ربع ساعه بحال هكاك. صافي تطلق، ترجعوا تشوفوا معايا كيفاش نديرها. ها هي العجينه ديالنا، هو شكل العجينه ديالنا. دابا نوريه لكم. بسم الله، ندهن شويه هنايا. ناخذ الزيت ونسرحها مزيان بحال شكل مسمن هكا. الا جاتكم نتوما كبيره يمكن لكم تقطعوها وديروا القياس اللي جاي لكم على قد يديكم.
انا نقطعها على جوج كما تشوفوا معايا. نحيد هاد النص ونخدم بهذا النص هو الاول. ها هو نسبحوه مزيان. الا بغيتو ترشو بشويه مايزينا رشو بها، انا ما نديرهاش. نتوما الا بغيتو ترشو بها بحال هكا العجينه ملي تورقوها رشوه بها كتجيكم من الداخل. ملي كتحمر الرغيفات كيجوكم فيهم بحال شكل طبقات، كل طبقه معزوله على اختها. لا ما كانش ماشي مشكل، ديروا غير بحال اللي كندير انا بعض المرات كنديرها بعض المرات لا. بحال هكا كنجيب هذا هنا قاد بحال هكا قادو، كنجيب هذا هنا. ومن بعد هاد العمليه كنرجعها عاوتاني تطلق شويه راسها مزيان واحد ربع ساعه. علاش كنعاود نسرحها بحال هكا، نحاول نجبد شويه بحال هكا. ونجيب هذا حتى هو بحال هكا صافي. وندير الاخر عاوتاني نفس الطريقه. دابا هذه نخليها تطلق شويه، هذا باش نقرصها. كناخذ العجينه ديالي كنسرحها مزيان. في هذا الاثناء كنكون دايره الزيت يسخن باش غير كنسرحها كنقطعها وبالنسبه للتقطاع خذوا الشكل نتوما اللي بغيتو ديروا مربعات ولا ديروا على شكل معين ولا مثلث كما كتبغيو ديري. دابا نورق مزيان العجينه ديالي نديرها تقلى. بعد ما تقلى نرشها بسيله وداكشي ديال التزيين على حسب كل واحد. زينو بالكركاع باللوز بالفيلي بكاوكاو مهرمش. ونعطيكم واحد السر اللي انا كنجربو في بزاف الوصفات كيجيو غزالين به، هو املو. الا بغيتو ما ديروش العسل تقدروا تعوضوه باملو، كيجيو لذاذ بزاف. ومني تجربوها ان شاء الله ردوا عليا تجربوه باملو. انا ندير معكم واحد 3 شوفوني نديرهم باملو في بلاصه العسل كيجيو غزالين. هاي بعد ما طلقت العجينه ديالي على هذا الشكل صافي كنقطعها. وهاد العجينه اللي كنقطعها البنات ما ترموهاش، خلوها حتى تكونوا تعجنوا بحال هكا خبيز ولا بطيبيطات ولا شي حاجه. ديروها في بلاستيكه وديروها في الثلاجه تضيعوا على. انا كنخليها ملي كنبغي نعجن كنزيد على العجينه هكا هكا. كنبدا نقطع من هنايا بحال هكا. وملي كنبغي نقليه دائما كندير الزيت كنبقى نخويه عليه. هانتوما تشوفوا الطريقه كنخويو عليه من الفوق باش كيتنفخ لينا بحال هكا. ما نديرش تقطع نفس القياس، شي درتو كبير شي درتو صغير. بسم الله. ناخدو المعلقه وفرشيطه وكنبقاو نخويو الزيت من الفوق ومن التحت هكا. بحال هكا صافي. نحاول نزيد عليه البوطه نديرو في الراس الكبير
هما كيتقلاو. كنبقاو هكا في الزيت، ضروري هاد العمليه ضروريه في اي حاجه بغيتو تقلوها، بالاخص بحال هكا المملحات ولا سميتو باش كيتنفخوا، ولا فيني ولا داونات بحال هكا. دائما ديروا هاد الطريقه، كتبقاو تخويو الزيت من الفوق عليهم هاك بهذيك الحراره، كيتنفخ الفوق ديالهم هكا. نقلبوهم من الجهه الاخرى وكنبقاو على هاد العمليه حتى كيتحمروا لينا من الفوق ومن التحت. وكنخرجوهم نديروهم يكثروا من الزيت في شبيكه ولا في داك البابي. من الاحسن ديروا غير شبيكه بحال هكا، تحطوهم في شبيكه تيتستقطروا مزيان، وعاش ديروا فيهم العسل وتقدموهم بالصحه والراحه. صافي انا كنستمر على هاد العمليه حتى كيتقلاو. هما الرغيفات ديالنا كيفاش كيجيو زوينين بزاف. تشوفوا معايا الشي من الداخل ما كيكونش فيهم نهائيا الزيت. هما بسم الله. دابا نبداو ناخذ وحيده نديروها بالعسل، وكما قلت لكم غندير امنو كيجي غزال فيهم. بسم الله. هادي غنديرها بامنو. عرفتي جربوا البنات هاد الطريقه ديال الامنو، راه ما تستغنوش عليه، يجيكم زوين. وتبقاو دائما ديروه غير هو، ما تبقاو كاع ديروه بالعسل كاع، غير جربوه ردوا عليه. حتى في الكيك كيجي غزال بزاف. انا ندير لي غير واحد جوج نعطيكم غير فكره. بالنسبه للامنو انا بنتي بعض المرات ما كتبغيش ليا، هي وحالها. بعض المرات بعض المرات لا. نديرو عسيله. اما ولدي تبارك الله كياكلوها بالمعلقه، كيحماق عليه كيقول لك ما ديريش ليا انا، عطينيها بالمعلقه. انا كنديرو في الكيكه حتى هو كيجي غزال في الكيكه. تقيبيه بحال هكا كيكه في الديسير في التحليه، غير دخلوا في الوصفات ديالكم راه كيعطي واحد النكهه واعره بزاف. وتردوا عليا وتشكروني على هاد الفكره ديال امنو ندخلوا في الوصفات، تشكروني عليها. وبالاخص في الروز، جربوه مع الروز كيجي غزال بزاف. شي نهار نقدموا لكم، ندير لكم شي وصفه. وراه كنت شاركتو معكم ولا كنت درت واحد الفيديو ديال امنو، ولكن كنت البنات ما عارفاش. درت واحد الاغنيه ما عندها حقوق الطبع والنشر. مني درتها تحيد لي الفيديو كامل وما بغيتش نعاود ننزلو. حتى شي مره اخرى ان شاء الله ونعاود نديرو معاكم. صافي كنبقى نستمر على هاد الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. والتزيين على حسب بغيتو نتوما ديروا اللوز ديروا اللي عندكم البنات. الزنجلان حتى هو كيجي زوين. تشدوا الزنجلان يكون مغسول، تحمروه مزيان وتزوقوه به حتى هو كيجي غزال معاهم. صافي كنستمر انا على هاد الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. انا مكنبغيش نديرهم في العسل كاملين، كندير غير بحال هكا. صافي وكنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها وبالصحه والراحه.